شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الزكاة في شهر رمضان يعني هذه من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى التي يتقرب بها العبد إلى ربه. لابد أن نكثر من الزكاة في شهر رمضان المبارك، لأن هذا الشهر شهر تضاعف فيه الحسنات، وشهر نسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينتهي إلا وقد غفر الله لنا ذنوبنا، إلا وقد تقبل الله زكاتنا، إلا وقد تقبل الله صيامنا وصالح أعمالنا. الزكاة بتسد رمق جوع الفقير في شهر رمضان. الزكاة بتساعد الفقير على الصيام، بتساعد الفقير على الإفطار، بتساعد الفقير على أنه هو يتحمل طوال اليوم من عناء وتعب، يعني ليستطيع أن يأتي، يعني أن يدخل بيته في آخر النهار فيجد شيئا يتقوى به على الحياة ويتقوى به على الصيام. الزكاة يعني تزيدك بركة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أكرم الناس، يعني تمسك بهذه الأمور التي من شأنها يعني أن تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان كريما وكان معطاء وكان يعني يحب الخير لجميع الناس ويعطف على الجميع ويعطيهم من الزكاة ويعطيهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فلا نبخل على الناس في شهر رمضان من زكاة أو من صدقات أو من أعمال خير أو من معروف أو من مساعدة أو من مثل هذه الأمور. كل هذه في شهر رمضان تصب في مصلحتك، أنت الذي تحتاج الحسنات، أنت الذي تحتاج إلى المغفرة، أنت الذي تحتاج إلى العفو من الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يعفو الله عنك في شهر رمضان وأن يتقبل منك زكاتك وصدقاتك. أهم ما في الموضوع أن تكون زكاتك هذه خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، أن تكون زكاتك هذه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، أن تكون زكاتك هذه يعني خالصة لله، هدفها أن تساعد محتاجا، أن تساعد فقيرا، أن تعطيه من مال الله الذي أعطاك إياه في هذا الشهر الكريم وفي هذا الشهر العظيم، متوسلا إلى الله وداعيا إلى الله أن يتقبل منك صالح أعمالك في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منك زكاتك في هذا الشهر الكريم. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يمتعنا بموفور الصحة والعافية، وأن يتقبل منا رمضان بصيامه وقيامه وزكاته وخالص يعني أعماله يا رب العالمين.